أنا مزوق فيك الدنيا معاك الحبيب، أنا مزوق فيك اديني نشوف المغرب، أنا مزوق فيك اديني معاك الحبيب. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، هي إحدى المدن المغربية الواقعة شمال شرق المغرب في المنطقة الريفية منها، وهي عاصمة الإقليم، وتبعد عن شاطئ السعيدية حوالي 25 كيلومترا، فيما يفصلها عن الحدود المغربية الجزائرية قرابة 15 كيلومترا فقط. كما تقع المدينة على الطريق الفاصل بين مدينة وجدة والنافور. أول ما تستقبل بركان زوارها نافورة تتوسط أهم شوارعها، وقد اعتلتها برتقالة ترمز إلى ما يميزها، حتى إن سيارات الأجرة من الحجم الصغير تزينت باللون البرتقالي، وهي بذلك فخورة بكونها من أكبر منتجي هذه الفاكهة، وتجسد نموذج المدينة الحديثة التي تصر على التطور والنمو وتواكب مستجدات الحياة الجديدة، وتستمد حضورها من روعة الموقع وطيبة ساكنتها وما يحيطها من جمال طبيعي وخير رباني جادت به الأرض المعطاء. لا يمكن للزائر أن يمر مرور الكرام من مدينة الكرام فعلا، ففيها من الفنادق ما يكفي لإيواء الزائرين، وفيها من المقاهي والمطاعم ما يجعل الإقامة فيها سهلة وميسرة، والأهم أنها تنهل من نبع صفاء سريرة أهلها وأصالتهم. في مجال كرة القدم نجد فريقها الموجود في البطولة المغربية الاحترافية، وقد انتزع ألقابا عديدة محليا وقاريا، ويقسم على مسيرة ناجحة خلال السنوات الأخيرة، وله الفضل في شهرة المدينة على الصعيد الإفريقي. الدخول إلى المدينة يمر عبر طريق أخضر من كلا الجانبين، وفجأة تبدأ البنايات في التقاطر، وأنت تلتقط بعض الصور لتوثيق الزيارة. الأرصفة نظيفة، لا مكان للنفايات أو ما يعكر صفاء الرؤية. كل هذا والخضرة تواصل التسرب من بين يديك أو حول عجلات المركبة التي اخترتها للسفر إلى هذه المدينة الهادئة. بعد الوصول إلى عمق المدينة تفاجئك تلك البنايات التي اختارت اللون البرتقالي لزينتها، وهو استقبال يليق بخصوبة أرضها وكرم ناسها. حتى بعض محطات الوقود اتخذت من لون البرتقال كسوة لها. داخل الأحياء السكنية لا تجد سوى البرتقالي لونا لجميع البيوت، وتلك الواجهة البهية والأرصفة النقية، كل هذا ضمن مجال حركة غير سريعة.